حاسس انك بتغرق ومش قادر تلاحق على الضغط ومشاكل بتخبط فيك من كل ناحية؟ اهدى كده يا صديقي وخد نفس عميق وركز معايا 60 ثانية بس. في أصعب الظروف نفسيتك هي أهم حاجة. لو سبتها النهار يا صديقي كل حاجة حواليك هتقع. طب نعمل إيه؟ أول حاجة تعملها وهي إنك تفصل وتبعد عن كل حاجة بتستفزك زي السوشيال ميديا مثلا أو الأخبار، أو حتى إنك تبعد عن الناس اللي بتتكلم مثلا بصوت عالي وإنت تكون بتتضايق من حاجة زي كده. تاني حاجة تعملها وهي إنك تتكلم. مش لازم تحكي لحد، انت تقدر انك تكتب اللي انت بتفكر فيه في ورقة او تقول لنفسك مثلا ان انا متضايق وده شعور طبيعي. تالت حاجة تقدر تعملها وهي انك تتمشى. التمشية كتير حتى وانت لوحدك يا صديقي بتشيل عنك كمية ضغوط وتوتر كتيرة جدا، او انك تلعب رياضة مثلا زي الكورة او تروح جيم. وخليك فاكر الجملة دي كويس، ان اللي بيعدي من العاصفة مش لازم يكون ابدا هو اقوى واحد، بس هو اكتر واحد فضل واقف. خليك واقف يا صديقي حتى لو الدنيا كلها بتزقك انك تقع، انت مش لوحدك ابدا. قول لي بقى في التعليقات تحت انت بتتصرف ازاي او بتقدر تحافظ على نفسيتك ازاي في اصعب الظروف اللي تعدي عليك.